السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب تكونوا بخير. وصفتنا بقى النهاردة عبارة عن فتة باللحمة بطعم ولا أروع. هنضيف النهاردة مكون لرز الفتة هيخلي الفتة بطعم مختلف تماما وألذ بكتير بكتير. أنا بعمل الطريقة دي للفتة بطريقة مامتي وجدتي من زمان. كمان تقدري تعملي بقى الفتة في عزومة رمضان أو لأسرتك عموما في رمضان، طعمها تحفة جدا هتعجبهم إن شاء الله. دوسي بقى اشتراك وتابعيني للآخر، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. هنبدأ نجهز رز الفتة. أول حاجة في حلة على النار عندي هنزل بزيت وزبدة أو زيت وسمنة أو أي مادة دهنية عندك انت بتستخدميها. بعد ما يسخنوا هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. أهم حاجة ما ياخدش لون، ابدأي شوحي في الثوم وما ياخدش لون، وده المكون السري اللي هينقل الفتة لطعم تاني خالص. بعد كده بقى ما يتشوح الثوم هنزل بالرز. الرز يكون لسه مغسول زي رز المحشي بالظبط، يتغسل ويتصفى وبعد كده نبدأ نشوح فيه. والخطوة دي مهمة جدا، بتخلي الرز معاكي مفلفل، ما تبقاش رزاية ماسكة في التانية. بعد كده هننزل بقى بفصين من الهيل ورشه من الفلفل الاسود. طبعا انا عندي لحمه لسه كنت مسوياها، فمن شاء الله مش هحتاج ملح لان الشوربه فيها الملح. ممكن تدوقيها برضو تشوفي لو محتاجه ملح تزوديه. هنقلب بقى رز كده من فوق لتحت، وبعد كده هنغطي عليه على نار عاليه ونسيبه لحد ما يغلي ويبدا يتشرب. وهنا كان بدأ يتشرب، هنوطي عليه النار تماما لحد ما يكمل سواه. جهزنا الرز، بعد كده بقى هنبدأ نعمل صلصة الفتة. في طاسة أو حلة على النار هنزل بزيت. بعد كده بقى هنزل بمعلقة من الثوم المفروم الناعم، معلقة صغيرة. هشوح كده الثوم يبدأ الريحة بتاعته كده تطلع. هنزل بقى بمعلقة كبيرة من الكزبرة، هشوحها مع الثوم ومش هسيبها تتحرق. ريحتها بس تبدأ تطلع كده وبتدي طعم جميل جدا، تشويح الكزبرة. بعد كده بقى هنزل بطماطم او عصير طماطم. الطماطم دي متفرزه، يعني بفرزها في الفريزر وقت ما بحبها زي اي ست بيت يعني. بعد كده بقى هنزل بملح وبابريكا، واخر حاجه هنزل بيها معلقه صغيره من السكر عشان حموضه الطماطم. هسيبها بقى ايه تتسبك على نار متوسطه. آخر حاجة بقى هنحمر العيش ده غير العيش البلدي أبو ردة المتعارف عليه. ده أخف كتير وبصراحة بحسه أجمل كتير في الفتة من العيش البلدي العادي. هنحمر بقى العيش، وبعد ما بيتحمر بنصفيه كويس جدا. طبعا العيش البلدي أبو ردة المفروض لما بنيجي نقدمه بنديله كبشة أو اتنين من الشوربة عشان يطرى شوية، وممكن كمان كبشة من الصلصة. لكن ده بصراحة ما بيبقاش محتاج خالص لأنه خفيف جدا عن العيش البلدي، بيبقى ناشف جدا. هخلص بقى مع نفسي تحمير باقي الكمية. الفتة بتاعتنا خلاص جهزت. بصوا هي يعني طعمها من ورا الخيال، رائعة لذيذة جدا يعني. حاجة كده يعني تحفة. أتمنى تجربوها إن شاء الله بنفس الطريقة ديت في عزومات رمضان كده، هتبهركم بأمر الله. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. وما تنسوش كمان صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.